يا مساء الفل عليكم، ومعاكم الكابتن عزيز نونجي. فيديو جديد في يوم السبت 31 مايو 4 ذي الحجة. يا سبحان الله، يا سبحان مغير الأحوال. امبارح يا جماعة أنا والله بما إن أنا بحب أصور فيديوهات كتير وأنزل فيديوهات أيا كانت فيديوهات. امبارح الساعة 2:30 الجو قلب 180 درجة. يا سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. يعني كان الظهر كان حر، على الساعة 2:30 امبارح بالليل، في يوم الجمعة بالليل الساعة 2:30 امبارح الجو قلب 180 درجة. كانت على الساعة 2 كده و2 وربع، وأنا كنت راجع من الشغل تقريبا، كنت راجع من الشغل ببص في السماء، سبحان الله الجو عمل برق لونه ازرق. بعدها الساعة 2:30 الجو قلب 180 درجة، مطر جامد مع رياح جامدة، وفي نفس الوقت كان المطر شديد جدا 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 بنسبة 180 درجة. واللي حصل اكتر من كده كمان، نزل تلج بكمية كبيرة كده قد كده. والله يا جماعة قسما بالله ما كانش في مجال ان انا اعرف اصور، لان البلكونة عندي غرقت مية تماما، بتراب بكل حاجة. فسبحان من غير الاحوال، لما يكون الجو بيتغير 180 درجة ويرجع زي ما كان. يعني دلوقتي الجو شمس، دلوقتي الدنيا النهاردة حلوة 3 العصر، دلوقتي الجو شمس وحلو وهوا حلو، دلوقتي مفيش ولا برد ولا حاجة. فسبحان الله، البني آدم لما يتغير عليك 180 درجة، مفروض البني آدم لما يتغير عليك 180 درجة يرجع يبقى كويس زي ما هو، ما يرجعش يقلب 180 درجة باستمرار. يعني شوف سبحان الله من غير أحوال، لما الجو يقلب 180 درجة لكن في نفس الوقت يرجع زي ما كان حلو. الجو يرجع زي ما كان حلو، يرجع شمس مسمس ويرجع صافي. وفي نفس الوقت عايز اقول نصيحة لبعض البشر او لبعض الناس، اذا تغيرت 180 درجة، اذا تغيرت 180 درجة على شخص انت بتحبه، عايز اقول لك ارجع زي ما كنت، ارجع زي ما كنت. لان الشخص لما يتغير عليك 180 درجة، يقلب عليك او يغلط او يشتم، عايز اقول لك لازم البني ادم يفضل كويس زي ما هو، تبقى كويس ومحترم. وفي نفس الوقت عشان الشخص اللي انت قلبت عليه ده ممكن ما يرجع لك تاني. فأتمنى ان احنا نبقى حبايب ونبقى كويسين، واخلاقنا تبقى حلوة واسلوبنا يبقى حلو، محدش يقلب على حد 180 درجة. وزي ما قلت لكم حبيت اعبر عن، يعني كانت حاجة صراحة مش عارف اقول ايه. شكرا.